خدع كده لو عرفناهم هيسهل معانا حفظ مجموعة كبيرة من الصفات، بمعنى أو حفظ مجموعة كبيرة من الكلمات. زي إيه؟ زي نلاحظ كده مع بعض إن الصفات اللي إحنا قلنا بتنتهي مثلا بمقطع، بس المقطع ده بس LESS، هنلاقي إن معناها عكس معنى الفعل الأصلي بتاعها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني صفة زي صفة careless، مهمل. care أو careless بتنتهي ب LESS. طب لو شلنا ال LESS هيتبقى عندي care. care يعني يهتم، عكس الصفة. صفة مهمل لو شلت LESS هيبقى عكس مهمل إيه؟ يهتم. فهيبقى الفعل الأصلي بمعنى يهتم. طيب لو حذفت ال LESS برضو من الصفة وحطيت بداله المقطع FUL هيدينا عكس الصفة اللي عندي. بمعنى ايه؟ يعني برضو نفس المثال لو قلنا careless لو شلت ال LESS حطيت بداله FUL فهتبقى careful، هيبقى معناها بدل مهمل هيبقى حريص ومهتم. مثال تاني زي كلمة helpless، غير مفيد، آخرها LESS. طيب لو شلت ال LESS وحطيت FUL فهتبقى helpful، مفيد أو مساعد. helpless غير مساعد غير مفيد. طب لو شلت ال FUL وال LESS هيبقى لي help اللي هو الفعل الأصلي اللي هو يساعد. طب مثال التاني زي useless، عديم الجدوى، برضو غير مفيد أو عديم الجدوى، غير نافع. لو شلت ال LESS وحطيت بداله FUL هيديني عكس الصفة اللي هي عديم الجدوى أو غير نافع لنافع، هتبقى useful. حرف ال A لو بعض الأفعال لو ضفت لها في الأول خالص حرف A بيتحول الفعل لصفة، زي الأمثلة اللي معايا دي. live يعيش أو يحيا، لو حطيت له A alive هيبقى حي. sleep ينام، لو حطيت له A asleep نائم. wake يستيقظ، لو حطيت له A awake مستيقظ.